يلي عم بيصير اليوم إنه هالحرب مو مشان نووي ولا مشان سلاح صاروخي. القصة أكبر من هيك بكتير. خليني أعطيكم شوية تلميحات مشان تعرفوا إنه الموضوع مو سياسة ولا نفوذ. الحرب هي حرب وجودية بالفعل، مثل ما سموها، هي آخر حروب الأرض. يوم 28/10 سنة 2023 وقف هذا الكائن قدام العالم كله وقال جملة غريبة، جملة ما كانت سياسية ولا عسكرية، وما حدا وقف عندها أبدا بالرغم من أنها جدا مهمة وخطيرة. حكى عن حرب العماليق، وقال أنه اليوم عم بيعيشوا نفس تفاصيل هديك الحرب، ومثل ما جدودهم مسحوا العماليق من الوجود بشكل كامل، هن كمان اليوم لازم يعيدوا نفس القصة، وبدهم يمسحوا عماليق هذا العصر يلي محاصرينهم بكل مكان. طيب شو قصة العماليق وليش عم يحكوا فيها؟ ليش كل جريمة بيعملوها بيقولوا إنه هدول يلي قتلناهم عماليق؟ أكيد رح نعرف، بس لازم أحكي لكم شغلة. يوم 28/2 ب 2026 بأول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران صار شي كتير غريب ومو منطقي. أول شي قصفوه بإيران كان مدرسة أطفال، بنفس اللحظة يلي عم بيتم فيها قصف منصات الصواريخ والمطارات الإيرانية. تم قصف مدرسة بنات ومات بالقصف عدد كبير من الأطفال. برأيك مع كل هالتطور ودقة الأهداف يلي عم نشوفها بهالحرب، هل هاد الشي صدفة؟ صدفة إنه أول شي عملوه يقصفوا مدرسة ويقتلوا هالعدد من الأطفال؟ كأنهم عاملينها من قبل، لأنه ما لحقنا ننسى، مو قصفوا مستشفى وقتلوا فيه أكثر من 500 شخص مدني؟ طيب ليش وزير خارجية أمريكا طلع بخطاب وهو راسم صليب أسود على جبينه؟ ليش وزير الحرب الأمريكي بعد ما تعين بمنصبه وشم كلمة كافر على زنده؟ وآخر وأهم سؤال، ليش 85% من المسيرات والصواريخ يلي أطلقتها إيران نزلت على الدول العربية مو على أرض الكيان؟ طبعا كل هالأسئلة لما نعرف جوابها رح نتأكد إنه نحن بآخر حروب قرن الشيطان، وإنه يلي عم بيصير اليوم مو بشر يلي مخطط له، بل هو الشيطان بحد ذاته. وأهلا فيكم أصدقائي بالملف الأسود مع تيا. يلي عم يشوفوني أول مرة، أنا تيا، ودايما بنحكي بفيديوهاتنا عن كل شي غريب عم بيصير بهالأيام. اليوم رح أحكي لكم تفاصيل صدقوني رح تغير تفكيركم بكل شي، رح تعيدوا حساباتكم بكل شي عم تسمعوه بالأيام الجاي. لما نربط الأمور ببعض رح نكتشف إنه نحن عم نعيش الحلقة الأخيرة من خطة عمرها 1000 سنة. الحلقة الأخيرة هي رح تحدد مصير الكوكب كله. القصة أكبر بكتير من يلي عم بيصير اليوم. اليوم حرب سياسية، نحن قدام فصل جديد من كوكب جديد، والحرب هي ما هي إلا بداية النهاية. طيب مين المستفيد وليش هيك عم بيصير؟ وشو دخل الأقمار الدموية والخسوفات بالشي يلي عم بيصير حاليا؟ هلأ كل هالأسئلة رح نجاوب عنها ورح نفهمها بهالفيديو. طبعا المطلوب منكم هو شي واحد فقط، إنكم تدعموا هذا الفيديو ليوصل لأكبر عدد من الناس. طبعا أول شي لازم تعرفوه قبل ما نبلش هالفيديو إنه هذا الفيديو مو سياسي وما له أي علاقة بأي انتماء ديني أو طائفي أو قومي. نحن مو طرف بأي نزاع على هذا الكوكب. كل يلي عم نعمله عم نجمع أدلة ومعلومات رح تأكد إنه يلي عم بيصير اليوم مو سياسة ولا حرب قوة ونفوذ، بل هو صراع حقيقي بين عالم قديم وعالم جديد. وبالنهاية الكلام يلي رح نحكيه هو اجتهاد بعد تعب. أول فكرة رح نفهمها، مين هن العماليق؟ ليش عم بيتكرر ذكرهم بين فترة وفترة؟ العماليق هن جماعة قديمة انذكرت بالنصوص الدينية والتاريخية لبني إسرائيل. في مصادر بتقول إنهم من الشعوب السامية، يعني الشعوب القديمة يلي بتنحدر من أصل واحد، وعاشت بمنطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، مثل الكنعانيين والآشوريين والبابليين. بعض الروايات بتقول إنه كانوا قبائل بدوية، وإنه امتد نفوذهم لحتى وصل لمناطق قريبة من مصر مثل صحراء النقب وسيناء. العماليق مين جدهم؟ يعني هن لأي نسل تابعين؟ بحسب المصادر اليهودية العماليق هن من نسل شخص اسمه عماليق بن عيسو، وعيسو هو أخو سيدنا يعقوب أو إسرائيل، لأنه مثل ما منعرف سيدنا يعقوب هو نفسه إسرائيل. يعني عيسو هو الجد الكبير لقبائل العماليق، وسيدنا يعقوب هو الجد الأكبر لبني إسرائيل. والمفارقة كانت أنه أحفاد عيسى وأحفاد يعقوب صاروا أعداء. بحسب الروايات اليهودية العماليق هن ألد أعداء بني إسرائيل، أو بمعنى أصح هن العدو المطلق، يعني ممنوع تفاوضهم وممنوع تعمل معهم هدنة. بالنصوص القديمة تم تصويرهم كرمز للشر،
يعني لو رحت لكتبهم القديمة رح تشوف إنه الشيطان عندهم مصدر للإغواء والضلال، لكن العماليق هن الشر المطلق، ممنوع إنك تصالحهم. يعني بالنسبة إلهم هن أخطر من الشيطان بحد ذاته، لدرجة إنك حرام تذكرهم بوصف بشري. بحسب كلامهم العماليق نكلوا أشد تنكيل ببني إسرائيل، والحروب والمعارك بينهم ما كانت تخلص أبدا. وأشهر معركتين بينهم أول وآخر معركة. قصة هدول المعركتين مشهورين جدا. القصة بتقول إنه بأول معركة صارت بينهم بني إسرائيل كانوا عم بيقاتلوا، والنبي موسى عليه السلام كان واقف على الجبل، كان رافع إيديه وعم يدعي وبيطلب من رب العالمين النصر. وطول ما كان إيديه مرفوعة كانوا عم ينتصروا، والغلبة كانت إلهم. لكن ما كان يتعب وينزل إيديه والغلبة تصير للعماليق. فاختاروا شخصين من بني إسرائيل ليطلعوا لعند سيدنا موسى ويثبتوا إيديه مشان يضل يدعي وينصر. بالفعل بني إسرائيل هن يلي انتصروا بهالمعركة بعد ما نزلوا إيدين سيدنا موسى. لكن من بعدها وقع عليهم حكم رب العالمين بتيه بالأرض لمدة 40 سنة. وبهالفترة العماليق نكلوا أشد تنكيل ببني إسرائيل وقتلوا منهم الآلاف، لوقت بعث الله سبحانه وتعالى فيهم ملك صالح. والملك هاد قدر أنه يجمع شتات وشمل بني إسرائيل وقاد معركة ضد العماليق. وهالشي صار بعد 40 سنة من التيه والضياع. هالمعركة تعتبر من أهم المعارك بتاريخ بني إسرائيل. طيب ليش؟ لأنهم انتصروا فيها نصر ساحق وكبير على العماليق. ويقال أنه نبي أمرهم بعد وحي من الله أنهم يقضوا على العماليق بشكل كامل، إبادة تامة، الرجال النساء والأطفال. ومو بس هيك، إجا الأمر أنهم يقضوا على كل شي بخص العماليق، حتى المواشي والحيوانات والشجر وأي شي، إبادة تامة. وبرجع بقلك الإبادة كانت بأمر من الإله بحسب رواياتهم، إلا أنه في ملك رح نعرف قصته بعدين ما طبق أمر الإله بشكل كامل، لذلك صار ملعون هو وذريته يلي إجت من بعده. وهالتفصيلة عم بذكرها لأنه رح نرجع لها بعدين، لأنه جدا مهمة. رح يصير تتأكد أنه هالفيديو عبارة عن سلسلة قصة ورا قصة رح توصلنا لنتيجة. في شي عملوه اليوم مرتبط بشكل تام مع فكرة أنه هذا الملك الملعون هو وذريته، والسبب أنه ما نفذ الإبادة بشكل تام. المهم، المعركة الأخيرة يلي خاضوها بني إسرائيل، المعركة كانت عبارة عن صراع وجودي. كان واجب على بني إسرائيل أنهم يفنوا العدو بشكل كامل. وطبعا بما أنه هذا أمر إلهي فالإبادة الكاملة عم بتصير باسم معركة مقدسة. وهون الخطورة، لأنه اليوم لما بيطلع رأس هرم السلطة عندهم يلي هو هذا الكائن بكل مرة وبيقول نحن عم نواجه العماليق، معناها هو ما عم يوصف أو ما عم يحكي عن عدو عسكري، هو عم يعطيك توصيف أخطر بكتير. وهو عم بيقول إنه هالمعركة مع دولة، المعركة ليست مع دولة، المعركة هي مع عدو لازم ينمحى بأي طريقة كانت. وهون الموضوع بيتحول من حرب سياسية لحرب عقائدية. ويا لطيف شو ممكن يصير لما الإبادة بتكون عن عقيدة. هلأ الخبر يلي ممكن يفاجئك إنه لو رجعت لكتب التاريخ ما رح تشوف أي دليل على وجود العماليق. يعني العماليق هدول ما مذكورين غير بكتب بني إسرائيل وبعض المصادر التاريخية غير الموثوقة. يعني ممكن يكونوا هن يلي عم بيروجوا لهالفكرة وما لها أساس من الصحة. والأغرب من هالحكي إنه ما في أي مراجع اعترفت بالعماليق. ما في أي مرجع قال إنه في شعب سكن المنطقة وكان قوي وصار في حرب بينه وبين بني إسرائيل. ما في مصدر تاريخي بيدعم فكرة الإبادة. وما في مصدر بيقلك إنه الرب أوحى لنبي إنه يبيد شعب كامل بهالطريقة الوحشية. يعني لو جيت للمنطق، كل الشرائع بتأكد إنه ولا مرة صار بشريعة نبي إنه رب العالمين يأمر بإبادة شعب بهالطريقة الهمجية. الإبادة يلي عم بيحكوا عنها شملت كل شيء، البشر، الشجر والحجر والحيوانات، يعني كان ممنوع أي شيء ضل عايش منهم. لكن هن عم بيستخدموا هالقصة كذريعة مشان أي حدا يختلف معهم مباشرة يقولوا لك هدول عماليق. طيب شو معنى هذا الحكي؟ أولاً رح يصيروا يوصفوا أي حدا بعاديهم بأنه بده يبيدهم. يعني هن لما قصفوا المستشفى قصفوه لأنه قاعدين فيه مو بشر بنظرهم، هدول يلي قاعدين فيه هن العماليق، ولازم يبيدوهم قبل ما هدول الناس يمسحوهم عن الخريطة. هلأ تانياً بيقولوا لك نحن من حقنا نعمل أي شي بدنا إياه ونستخدم أي سلاح ممكن، وفي حال انتصرنا على هدول العماليق الجدد من واجبنا الديني إنه نبيدهم بشكل كامل. طبعاً أنت ممكن تقول إنه نحن عم نبالغ وإنه هالحكي مو صحيح،
لكن كل يلي بدي إياه منكم إنكم تراجعوا خطاباتهم وتشوفوا الطريقة يلي عم يتعاملوا فيها. يعني كلكم شفتوا الإجرام وكلكم شفتوا الإبادة يلي عم بتصير بحق كل شخص بيقلن لأ، ومشان تعرفوا إنه دايماً بيستخدموا أي شي كذريعة وبيعملوا منها وسيلة تبرير لتصرفاتهم، في شغلة عملوها معهم أبو شنب مقطوع بالحرب العالمية الثانية. طبعاً الحديث هاد ممنوع منعاً باتاً إنه نذكره أو نحدد عدد الناس يلي راحوا فيه. ليش برأيكم؟ مشان ما ينكشف أي شي عن هالموضوع، مشان تضل هالقصة مثل مسمار جحا بيعلقوا عليها أي شغلة هن عم يعملوها، مشان أي شي عم يعملوه اليوم يقولوا لك نحن تعرضنا للإبادة من قبل ونحن من حقنا نرد اليوم. وإذا بتقوله ما في أي سبب منطقي للإجرام يلي عم تعمله رح يقلك معلش أنا بعرف، لأني أنا كتير انظلمت من قبل، فعادي بدي أعمل يلي بدي إياه اليوم، وأنا بهالتصرفات عم دافع عن نفسي لا أكتر ولا أقل. يمكن لسه مو مركزين إنهم مسمين جيشهم جيش الدفاع، بدهم يدافعوا عن حالهم مشان ما يفنوا ويتدمروا. المصيبة إنه هالموضوع كان مخبى ومعظم شغلهم كان بالسر، لكن بآخر كم سنة كل شي ظهر للعلن، وبالتحديد باللحظة يلي وصل فيها ترامب لحكم أمريكا الضرب صار بالعلن. قبل كنت مضطر تتابع أخبار وتشوف تقارير وتلاحق تسريبات وتقرأ كلمة كلمة وتحليل زيارات سرية وعلنية، وكل هالتحريات فقط مشان تعرف خطتهم. لكن اليوم علنا وعلى المنابر وقدام الكل عم يحكوا بيقولوا لك نحن بدنا نعمل هيك وهيك، وبيقولوا لك إنه السياسة مو هي يلي بتحكم، اليوم يلي بيحكم هو القوة. وهلأ رح أثبت لكم هذا الحكي بالأشياء يلي عم بتصير اليوم. سنة 2025 وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طلع بمقابلة مع قناة فوكس نيوز. وقتها ظهر ماركو وهو راسم بالرماد صليب على جبينه. هلا ممكن تقول إنه بني آدم عادي حر، ما في مشكلة. أكيد ما في مشكلة إذا كان شخص عادي، لكن إنك تكون شخص بينتمي لتيار علماني غير مؤمن بالأديان وبنفس الوقت إنك وزير خارجية أكبر دولة علمانية بالعالم وتطلع بهذا الشكل، فهذا الشي مو عادي. هل هي صدفة ولا مقصودة؟ لازم تعرف إنه دايما بالحروب بيتم استخدام تعابير دلالية. يعني مثلا لما بيخطب رئيس دولة إسلامية بوقت صعب شو بيقول؟ ببلش كلامه بيقول يا أحفاد علي ومعاوية، أو يا أبناء المسيح وأحباب محمد، أو بيقول يا أبناء شعبي، يعني دايما بيذكرهم بجدودهم. الرئيس أو القائد بيستخدم مصطلح يجمع فيه الأمة، والرمز الديني بيدخل بالمشهد السياسي. ما بيكون مجرد تفصيل شكلي، الرمز هذا بيعطي معنى، بيعطي إحساس إنه القرار مو بس قرار دولة، بل بيأكد للشعب إنه هالقرار مبرر أخلاقيا ودينيا. وهون الخطورة، لما الحرب بتلبس طابع ديني أو عقائدي بيصير من المستحيل إنها تنتهي. طيب ليش؟ لأنه السياسة فيها تفاوض، ممكن فيها تراجع، لكن العقيدة ما فيها مساومة أبداً. لما الجمهور بيشوف هالمشهد بيصير فيه تأثير غير مباشر عليه، بتصير الحرب أقرب لفكرة صراع بين حق وباطل، مو مجرد مصالح. لما الأوروبيين أعلنوا الحرب على الدولة الإسلامية بهداك الوقت كل حروبهم فشلت، لكن لما تم إعلان الحروب الصليبية أوروبا كلها توحدت تحت راية وحدة، والحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة فتكت بالدولة الإسلامية ووصلوا وقتها لحد فلسطين واحتلوا الأقصى. طيب برأيكم ليش؟ لأنه العقيدة هي يلي وحدت الناس، مو المصالح ولا القرارات السياسية. لما رئيس أو وزير خارجية أكبر دولة بالعالم بيظهر بهالشكل، معناها الحروب اللي جاية مو مبنية على أساس مصالح الدول، بل مبنية على أساس عقائدي، وبصير في سردية بتخلي الحرب تبين كأنها قدر أو رسالة. الفرق كبير بين حرب تنخاض لأنها ضرورية وحرب تنخاض لأنها مقدسة. ممكن تفكر إنه زمن الصليبيين انتهى وإنه القصة خلصت وإنه روبيو بتصرفه هاد بالغ شوي وما كان قاصد، لكن الحقيقة لا. الناس الموجودة اليوم مستمدة عقليتها وقراراتها من الحملات الصليبية، مؤمنين إيمان تام إنه الحروب اللي جاية هي حروب عقائدية. مشان نفهم القصد ونفهم المغزى، خليني أعرفكن على بيت هيكست يلي بيشغل اليوم منصب وزير الحرب الأمريكي. هيكست هو إعلامي أمريكي ومذيع على قناة فوكس نيوز، جندي سابق خدم بالعراق وبأفغانستان، بني آدم عاش الحرب وشافها بعينه، ولكن بسبب سلوكه العدائي تم فصله من الجيش، ومن بعدها توجه للعمل بالإعلام. بيوم 15/12 من سنة 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قرار حول فيه اسم وزارة الدفاع الأمريكية لوزارة الحرب،
وكان سبب هالقرار إنه المرحلة القادمة بنظر ترامب ما بتقتضي الدفاع، بل تتطلب الهجوم والسحق. يعني هيك وزارة وهيك عقلية مين بدها؟ أكيد بدها بني آدم متطرف جاهز ليتحمل المسؤولية. فتم تعيين هيكست وزير للحرب. طبعا مجلس الشيوخ عارض هالقرار بشدة، ومعظم أعضاء الكونغرس الأمريكي رفضوا هذا القرار، لأنه هذا الشخص هو مجرد مذيع، يعني ما له أي منصب سياسي أو عسكري. قالوا كمان إنه شخص متطرف، مو بالسر بالعلن. وقالوا إنه لما كان عسكري بالجيش كان معروف بسلوكه العدائي وتصرفاته غير الأخلاقية، وقالوا إنه تم تسريحه من الجيش بسبب هالتصرفات، وسرحوه بدون ما يتوجه له أي اتهام أو أي عقوبة. وحتى يأكد هالحكي، هذا البني آدم ألف كتاب اسمه أمريكان كروسيد، الحملة الصليبية الأمريكية. هلأ مستوعب شو هو اسم الكتاب؟ هيكست بيقول بكتابه إنه ما بيشوف الصراعات الحالية مجرد سياسة ومصالح دول، هو بيشوفها معركة حضارية، معركة بين نحن وهنن، بين قيم لازم تنتصر وخطايا لازم تنهزم. وبيقول إنه الجندي بالمعركة مسمح له يعمل أي شيء، لأنه هي حرب، وقواعد الحرب وأخلاقياتها كله كلام فاضي ما له لزوم. المقاتل لازم ينتصر مهما كلفه الأمر، خصوصا لما تكون الحرب مقدسة مثل حروب اليوم. الزلمة بكتابه استخدم مصطلح حملة صليبية عشرات المرات. طب ليش استخدم هذا المصطلح تحديدا؟ ليش ما قال حرب أو صراع أو مواجهة؟ لأنه الكلمة بحد ذاتها مشحونة بالتاريخ، ومشحونة بعقيدة، مشحونة بفكرة أنه الحروب اليوم مو عسكرية ولا مصالح، هي حروب دينية بين خير وشر، بين أعداء للإنسانية يلي هن نحن، وبين دعاة للإسلام والإنسانية يلي هن روبيو وترامب وهيست. هذا البني آدم بآخر خطاب له بالحرب على إيران قال: نحن ما رح نسمح لدولة عندها خرافات إسلامية قديمة وبالية إنها تمتلك نووي. وبرجع بقول أنا مو طرف ولا عم دافع عن أي طرف، أنا بس عم ورجيكم هدول الناس كيف بيفكروا، وعم أكد لكم إنه الحرب بالنسبة لهم شو هي. وأكيد بآخر هذا الفيديو رح أحكي لكم شو رأي إيران بهذا الحرب، مشان نتأكد إنه نحن حياديين، وبالعكس نحن يلي رح ناكلها من الطرفين، لأنه كلا الطرفين سياستهم واضحة وبتقلك إنه نحن مو ناويين على خير. وأرجوكم هلأ لا تحكموا ولا تبنوا رأي لحتى نوصل لنهاية هذا الفيديو، لأنه النتيجة النهائية عن جد رح تفاجئكم. بعد كل هالنظريات والتفاصيل عن هيكست، لازم تعرف إنه معروف بعداءته للكل، يعني مو بس نحن، أي حدا هو بده يهاجمه بيهاجمه بطريقة مو طبيعية. هو بيحكي عن حاله إنه عجلة مثل جدوده الفايكنج، إنه هو القوة هي اللغة الوحيدة بأي خلاف أو تسوية، وإنه القوي هو يلي بيحكم والضعيف هو يلي بينقاد. يعني الزلمة من أول لحظة عارف ليش هو جاي على هذا المنصب وشو رح يعمل. هلأ هذا البني آدم متبني هالأفكار لدرجة إنه واشمها على جسمه، واشم كتير أوشام على جسمه، ومنهم كلمة لاتينية معناها الرب يريد ذلك. وهاي الكلمة كانوا ينادوا فيها كل الجنود بالحملات الصليبية، وكان المقصود فيها أنه غزو بلاد المسلمين والسيطرة على بيت المقدس الموجود بفلسطين هو مشيئة رب العالمين، وأنه هن عم بينفذوها. وهيكست ماشي بنفس السياسة والقناعة. وضيفوا على هالحكي وشم صليب القدس على صدره، يلي هو من أهم شعارات الحروب الصليبية، لتكون الخاتمة بكلمة كافر، يلي هو واشمها باللغة العربية. يعني هذا البني آدم عم يحكي معنا بدون لف ودوران ولا تلميح. في ناس قالت إنه المقصود بهالوشم هو دعم لظاهرة والتأكيد على فكرة إنه الإسلام دين إرهابي، وفي ناس قالت إنه المقصود بهالوشم هاد هو محاربة التطرف يلي منبعه الإسلام. لكن الأكثر شيوعاً إنه بهالوشم هو يلي رح يقود حملة تدمير التطرف الإسلامي. والناس اعتمدت على هالرأي لأنه هيكست عمل هذا الوشم بعد ما استلم منصبه كوزير حرب، يعني من أولها عم بيقلنا أنا خصمكم. وهون بيكون في عنا شخصين متطرفين، روبيو وهيكست. طيب شو بالنسبة لترامب؟ ترامب هو بني آدم مو فارقة معه، هو هوسه بالسلطة، لذلك ما فارق معه شو ما يكون الانتماء وزرائه، وهو مكمل بخطته وعم يعمل يلي بده اياه. لكن رغم هيك شفناه كيف قعد على مكتبه ولف حواليه عدة قساسة، وصاروا يصلوا مشان يتبارك وينتصر بهالحرب المقدسة. هلأ الطريف بالمشهد إنه كل محللين لغة الجسد
قالوا إنه ترامب ما كان مهتم، بالعكس كان حاسس بسخافة الشي اللي عم بيصير، ما كان فارق معه لا الدين ولا الدنيا، لكن هيك ما بيقدر يرفضه أو يتهرب منه. بشكل عام برأيك ترامب دخل هالحرب بكيفه ولا غصبا عنه؟ كتبولي بالتعليقات قبل ما نكمل لأنه الصورة بعتقد بلشت تكتمل. وهذا السؤال من أهم الأسئلة المطروحة بالشهرين الماضيات. هلأ الكل بيقول كل مستشارينك قالوا لك لا تدخل هذه الحرب، واليوم كل التصريحات بتأكد أنه عشرات التقارير وصلت على مكتب ترامب وكلها بتأكد أنه النتائج رح تكون كارثية إذا دخلوا في هاي الحرب. هلأ الكل قال له لا تدخل إلا أنه أصر وأخذ قرار الحرب رغم أنه المفاوضات بينهم كانت شغالة بشكل جيد. طيب ليش؟ هل في علاقة بين قراره وبين الأقمار الدموية الأربعة؟ ويا ترى الآلهة بعل يلي انحرق بساحة طهران له علاقة بالقصة ولا في شي تاني؟ هلأ لا تستغرب من فكرة الأقمار الدموية والشيطان بعل، لأنه رح اشرح لكم إياها بعد شوي، لكن هالفكرة بدي إياكم تتركوها للأخير لأنه رح تكون مفاجأة الموسم. هلأ رح جاوبكم على سؤال: هل ترامب دخل الحرب بكيفه ولا غصبا عنه؟ بالفترة الأخيرة بلش يطلع حديث بالعلن عن ضغوط هائلة وملفات قديمة وقضايا مفتوحة وكلها عم ترجع تطلع بنفس التوقيت مشان تضغط على ترامب. وأكيد من أهم هالملفات كان ملف جزيرة أبستين يلي عملنا عنه أكثر من فيديو وحكينا عن المصايب الموجودة فيها، وإنه ترامب هو الوحيد يلي له فيديوهات مصورة تم تسريبها مثله مثل جيفري. هلا خلينا نضيف على هذا الحكي دعاوي قضائية وقصص كلها غير أخلاقية، قضايا فساد كلها مطوية ومحطوطة على الجنب. هلا بطلها هو ترامب أكيد. هل هي صدفة ولا في شي كان عم ينطبخ بالكواليس مشان يخلي القرار السياسي مو حر بشكل كامل؟ بالواقع نحن كبشرية ما عنا دليل قاطع يأكد إنه ترامب تعرض للابتزاز وإنه مجبور يدخل هالحرب، لكن في مؤشرات في توقيت غريب وفي ضغط واضح، خصوصاً إنه قبل آخر جلسة مفاوضات مع إيران نتنياهو طلع لعند ترامب بزيارة عاجلة ومفاجأة وقعد معه 3 ساعات ويقال إنه قدر يقنعه بدخول الحرب. والخبر يلي فاجأ العالم كله إنه ترامب وافق ودخل الحرب رغم إنه كل المؤشرات كانت بتأكد إنه النتائج رح تكون كارثية. والواقع أثبت هذا الشيء بعد ما كان المطلب إسقاط النظام الإيراني. اليوم الأمريكان صار كل طلبهم إنه يشتغل مضيق هرمز من جديد، والغريب إنك عم تتصرف كأنك مو أنت السبب بتسكيره ولا إنه أنت السبب بضرب دول الخليج. والخوف اليوم من تسكير مضيق باب المندب يلي هو مدخل البحر الأحمر يعني واضح جدا إنه قرار كان كارثي، وهو من قبل كان عارف إنه كل هالمصايب رح تصير. يعني فيك تقول إنه يلي دخلهم بالحرب كان عنده هدف تاني. وهون بدنا نركز لأنه الحكي يلي جاي غريب وممكن يبين مو منطقي، لكن للأسف هاد يلي عم بيصير. في يوم 20/3 بسنة 2026 صار لقاء على اليوتيوب هز العالم. المقابلة كانت بين المذيع الأمريكي تاكر كارلسون المعارض لسياسة ترامب وبين مفكر أكاديمي صيني اسمه جيانغ. هذا المفكر مختص بتحليل الأنماط التاريخية وبيحكي عن نظرية نهاية العالم، وعنده قناة على اليوتيوب بيشرح فيها على اللوح كيف ممكن تجي المصيبة تشيلنا كلنا. الزلمة ما كان معروف كتير، لكن من الأشياء يلي عملها إنه توقع حرب بين أمريكا وإيران وقال إنه مضيق هرمز رح يتسكر، وبالفعل هذا الشيء اللي صار. من وقتها صار مثل الدجالين، أول ما زبطت معهم قصة بتلاقي كل فيديوهاتهم صارت ترند. المهم تاكر قابله وقال له احكي لنا شو يلي عم بيصير. باختصار هذا الزلمة طلع وحكى نفس الرواية التوراتية مثل جماعة التوقعات. قال لك إسرائيل رح تحكم من البحر للنهر، وإيران رح تزول، والمنطقة العربية رح تفنى، وأوكرانيا رح تنتصر بحربها ضد روسيا. وقال إنه أمريكا رح تضل أقوى دولة بالعالم وإنه الصين رح تتبهدل. بصراحة بتحس لو عيطيه مصاري ممكن يطلع ويقول هذا الشي. المشكلة مو هون، المشكلة إنه الناس بلشت تصدق حكيه وصار كلامه شبه مقدس. طبعا رح نشوف ونسمع بشكل واضح كلامه كيف موجه. هلا هون بنوصل لفكرة جدا مهمة. نحن عم نعيش بعصر لعنة الثمانين. هلا يلي ما بتعرفوه إنه أنا وإنتو مقتنعين إنه في ناس عم تحكم الكوكب، مقتنعين إنه في جهات عم بتدير العالم بالسياسة والقوانين والأعراف الدولية، لكن في عشرات الجهات بالعالم بتصدق الخرافات وهي يلي بتحكمها.
هلا جماعة الكيان مقتنعين إنه فنائهم رح يكون بالعقد الثامن والأخير، ومقتنعين إنهم عم بيعيشوا أيامهم الأخيرة، ومشان ما يزول حكمهم لازم يذبحوا البقرات الحمر. عندهم مركز مختص بهالموضوع صرفوا عليه وعلى هالأبحاث ملايين الدولارات، يعني تخيل دفعوا ملايين لحتى قدروا يستنسخوا بقرة حمراء بالكامل بدون أي عيب. بحسب تعاليمهم لازم يتم ذبح البقرة قدام الهيكل المزعوم بالمكان يلي رح يبنوا فيه هيكل سليمان. هلأ المشكلة إنه البقرة يلي عندهم عمرها 2 بس ولسه ما بيمشي الحال، لازم يكون عمرها 5 سنوات، يعني لسه قدامهم 3 سنين. وهون صارت المفاجأة، الطوفان يلي صار بوقت غير متوقع قلب الدنيا كلها، وكمان ظهور ظاهرة الأقمار الدموية ال4 المتتالية كانت مصيبة كبيرة بالنسبة لهم. ليش؟ لأنه بيقولوا إنه هالظاهرة كل ما بيصير حرب عالمية أو بتزول إمبراطوريات. طب خلينا نوضح الفكرة شوي. القمر الدموي هو خسوف كلي للقمر، بيصير لما بتكون الأرض بين الشمس والقمر، وبيمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي وبيتكسر. بالنتيجة بينعكس الضوء على القمر بلون أحمر مائل للدم. ولكن من النادر إنه هالخسوف يصير 3 أو 4 مرات متتالية، وفي حال صار فبيكون له دلالة جداً كبيرة. هلأ المفاجأة إنه بآخر 100 سنة هالظاهرة صارت 3 مرات فقط. المرة الأولى قبل الحرب العالمية الأولى وظهر 4 أقمار متتالية وبعدها صارت الحرب. بالمرة الثانية مع بداية الحرب العالمية الثانية وصار 3 خسوفات متتالية. بالمرة الثالثة بلشت يوم 18/12 سنة 2024، والثاني يوم 15/3 سنة 2025، والثالث يوم 18/3 سنة 2026. وهون لازم نوقف عند الثالث والرابع لأنهم الأهم. بحسب تعاليم الكابالا لازم قبل هالخسوفات يصير سفك دماء وتقديم قرابين بشكل كبير. والمفاجأة أنه قبل الخسوف الثالث بأيام حرب إيران اشتعلت، رغم أنه بحسب تصريحات وزير خارجية سلطنة عمان إيران كانت وافقت على كل الشروط الأمريكية، يعني ما كان في داعي للحرب، كانوا متفقين على كل شيء تقريباً. لكن فجأة بعد زيارة نتنياهو لترامب وانكشاف فضائح صار كل شيء بسرعة، وبلحظة غدر بلشت الحرب. ومن أول يوم تم قصف مدرسة وأطفال ومات عدد جداً كبير منهم. وهالشي صار قبل القمر الثالث. وإذا بتتذكروا قبل الحرب بكم يوم وبالتحديد بيوم 9/2/2026 الناس نزلوا بمظاهرة بإيران بساحة طهران الرئيسية وحرقوا تمثال إله بعل يلي هو إله الخصوبة والقذارة والصفات الدنيئة عند البشر. وعلى فكرة بعل هو ابن إبليس وواحد من الشياطين ال5 الرئيسيين، وهو أهم إله عند عبدة الشياطين. ولو ترجع لتعاليم الكابالا بيقولوا لازم قبل القمر الثالث يصير سفك دم ويتقدم قرابين مشان يضلوا بسلام. وسبحان الله إذا بتلاحظوا نحن وقت الخسوف مطلوب منا نصلي صلاة الخسوف مشان نزيد من طاقة الخير بالأرض. معنى هالحكي إنه يلي عم بيحرك الحرب ناس عندهم عقيدة شيطانية وعرفانين شو عم يعملوا، يعني كل خطوة مدروسة. قربان الحرب كان واضح، أطفال بريئة قاعدين بمدارسهم ما لهم علاقة بسياسة ولا بمصالح. طيب عرفنا ال3 خسوفات يلي مضت، هلأ في خسوف رابع؟ نعم، ورح يصير يوم 18/8 سنة 2026. وهالشي يلي مخليهم مرعوبين لأنه لازم قبل هالتاريخ تصير حروب وتتحرك أوروبا. هلأ أنا بعرف إنه هذا الكلام غريب، بس إذا بحثتوا وراقبتوا الأحداث رح تنصدموا. من الناحية العلمية هالظاهرة طبيعية ومحسوبة، ولكن تاريخياً كتير حضارات اعتبرتها نذير حرب وسقوط مماليك. مثلا في مصادر بتقول معركة بدر سبق خسوف دموي، سقوط الفرس سبقوا 4 خسوفات، غزو المغول لبغداد سبقوا 4 خسوفات، سقوط الأندلس كمان سبقوا خسوفات، اكتشاف أمريكا وذبح السكان الأصليين سبقوا قمر دموي. علمياً ما في دليل مباشر، ولكن نفسياً واجتماعياً الناس بتربط الأحداث ببعض. طبعاً هون نوصل للنقطة الأخطر. بحسب بعض المعتقدات لازم قبل القمر الرابع يصير 3 أشياء: تدمير المنطقة، تحريك أوروبا، وتدمير أو تعطيل الأقصى. وحتى في تصريحات قالت إنه ممكن يتم ضرب الأقصى ويقولوا إنه بالغلط. يعني نحن عم نحكي عن سيناريو خطير جدا، والمصيبة إنه في ناس بمراكز القرار عم يدعموا هالأفكار وما حدا عم يتحاسب. اليوم الحرب مو بس عسكرية، هي حرب روايات وأفكار. ترامب ممكن يكون دخل الحرب تحت الضغط، ونتنياهو واضح إنه عنده مشروع عقائدي، والكل عم يحكي عن شيء اسمه رجسة الخراب، وهي فكرة مرتبطة بنهاية الزمان.
الفكرة إنه لازم يصير تخريب بمكان مقدس لحتى يبدأ حدث كبير، وكل هالحكي موجود بخطاباتهم بشكل مباشر. السفير الأمريكي طلع وقال إنه من حقهم يحكموا من البحر للنهر، وإنه يلي بيعترض بيكون عم يعترض على إرادة الرب. تخيل هالحكي ينقال علنا، ولما دول اعترضت الرد كان إنه تحمس شوي. يعني الموضوع مو غلطة، الموضوع قناعة. وهون لازم نكون واعيين، في ناس عم تشتغل على إشغال حرب عالمية ثالثة، وإذا صار هذا الشيء رح يكون الهدف السيطرة الكاملة على المنطقة. وكل هاد مرتبط بأفكار دينية متطرفة وخرافات. المطلوب منا نكون واعيين ونفهم اللعبة وما ننجرف وراء صراعات صغيرة، لأنه بصراحة يلي جاي أكبر بكتير. يعني لازم نفكر بعقل استراتيجي مو بردات فعل. الخليج مثلا مو بس منطقة، هو قلب الطاقة بالعالم، وأي اضطراب فيه بيأثر على العالم كله. طبعا إيران فاهمة هذا الشيء وعم بتحاول توسع الصراع مشان تضغط عالمياً. ضربة قواعد بعيدة لتوصل رسالة أي تصعيد رح يكون شامل. يعني الحرب عم تتحول من صراع محدود لإعادة رسم توازن عالمي، وما حدا بيعرف لوين رح توصل الأمور. هن سموها معركة الزمان أو الحرب الأخيرة أو الحرب الوجودية، لأنهم مقتنعين إن المحاولة الأخيرة إلهم قبل ما يزولوا بشكل كامل. هلا لازم تعرف إنه هذا الشيء اللي عم بيصير اليوم بالنهاية فيه خير. هالأرض مر عليها العشرات ويمكن مئات الأنبياء، أرض مباركة وعاشت فيها حضارات كتيرة. يعني ما تخلوا الخوف يسيطر عليكم، لازم تكونوا واعيين على حالكم وعلى دينكم وعلى أهلكم مجتمعكم وبلدكم. السلاح الوحيد بهالحرب هو الوعي، ويلي بيمتلك الوعي هو يلي رح يرس الأرض بعد ما تخلص هالفوضى. وهي كانت قصتنا لليوم، بتمنى أنه تكون أثرت فيكم وبوعيكم بشكل كبير. وهذا كان الملف الأسود لليوم. كتبولي بالتعليقات إمتى بتتوقعوا تنتهي هالحرب، ومين برأيكم رح يكون المنتصر بالنهاية. وأنا تيا كنت معكم من الملف الأسود، وبشوفكم بالفيديو الجاي.